هل تعلم أن الطعام يمكن أن يتعرض للتلوث وهو داخل الثلاجة؟ قد نعتقد بأنه بمجرد وضع الأطعمة في الثلاجة فقد حافظنا عليها من التلوث، ولكن هذا غير صحيح دائما، حيث أن سوائل اللحوم النيئة قد تقع على الأطعمة الجاهزة للأكل وتلوثها. إذن كيف نمنع حدوث التلوث داخل الثلاجة؟ الحل بسيط، أن نرتب الأطعمة في الثلاجة ترتيبا صحيا. نضع الحليب ومشتقاته والطعام المطبوخ في الرف العلوي في الثلاجة، ونضع الفواكه والخضروات في الرف الثاني في الثلاجة، وأسفل ذلك نضع الأسماك والمأكولات البحرية النيئة، ونضع اللحوم النيئة تحت الرف المخصص للأسماك، وفي الأسفل تماما نضع الدواجن النيئة، وهكذا يمكنك أن تطمئن تماما، فالأطعمة داخل الثلاجة أصبحت آمنة من التلوث.